طبعا بي وفيات لابد انه يموت منهن، لكن الحمد لله قليل، لانه انا ظل اداويهن واعطيهن لقاحات، فيكون الاصابة عندي قليلة اذا صارت. شوفوا هذا، شو وضعك معلم؟ خبرني عن صحتك، كيف امورك؟ بس قل لي. انت ضعفان. ان شاء الله يطلعن معاي الدجاجات القديمات هن والديوك، لان اذا تركتهن راح يقتلن لي الدجاجات الصغار، فما اقدر اخليهن، لذلك لازم اطردهن لبرا. اطلع بالتي هي احسن، اطلع بالتي هي احسن، اطلع بالتي هي احسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم بكل خير. امبارح مديت خراطيم التنقيط للشجر. هذا الباذنجان اللي زرعناه من فترة 15 يوم، الحد هاي اللحظة أنا ما سقيته. أول ما زرعته فترة 3-4 أيام تلاقون النبتة كأنه عم تقول لك إذا ما سقيتني ما راح يطلع علي الصباح. مع ذلك تركتها مثل ما هي، النبتة لحالها جذورها شعرت بالخطر، نزلت بالتربة، بلشت تبحث عن الرطوبة وعن الغذاء. لذلك حاليا نبتة الباذنجان جذورها عم تنزل بعمق، عم تتعمق كل محالة أكثر وأكثر من خلال التعطيش، وبهاي الحالة النبتة راح تنجح عندنا، وهذا أكبر دليل. حاليا احنا بما انه خلصنا مدنا بريش التنقيط للشجر، شنو بدنا نعمل؟ بدنا نروح على آخر الخط هذا الرئيسي اللي مادين عليه التنقيط. قبل ما نسكر الفتحة النهائية لازم نسكر كل حنفيات التنقيط، مثل هاي شايفينها، هاي لازم نسكرها هيك بهذا الشكل، وبعدين نشغل المي. مجرد ما شغلنا المي شنو بيوسخ بالخراطيم راح يطلع من نهاية الخرطوم. بعدين نسكر نهاية الخرطوم بالسدة. خلينا اشوفكم اياها، انا احب يكون يعني معلوماتي دقيقة وبالتفصيل، لانه بعض الاخوة ما يحبون المهندسين، يحبون واحد منهم وبيهم يحكي لهم معلومات على ارض الواقع وخطوة خطوة. بعد ما نشغل المي وننظف الخراطيم من كل الاوساخ، بعدين نركب هاي السدة النهائية نهاية الخرطوم، وبعدين نفتح فتحات التنقيط ونشغل المي ونبلش نسقي الشجر. حاليا مثل ما لكم شايفين اخوتي راح شوفكم شجرات الخوخ اللي زرعناهن، هاي واحدة منهن. انا دائما احب بعد ما انزل لكم الفيديو بكم يوم ارجع اشوفكم مقتطف حتى تكونون على دراية وعلم شلون صارت النتيجة. شوفوا هاي شجرة خوخ بعد ما زرعناها كل اوراقها تساقطت. شوفوا الاوراق اللي ما تساقطت عم تتساقط بهذا الشكل، شايفين واقفة على نكشة. شوفوا شايفين، يعني الشجرة حاليا بطل يوجد عليها أكثر من 5-6 أوراق، وكل الأوراق صارت تحت الشجرة ويبست وانطحنت. طيب هل هاي ظاهرة غريبة؟ هل هاي مشكلة؟ أبدا مو مشكلة، لأنه إحنا قبل ما نزرع الشجرة من وقت كانت مزروعة بالتنكة عطشناها فترة أسبوع لحتى ما الأوراق بلشت تنشف، بعدين نقلنا الشجرة من التنكة على الأرض. بهاي الحالة الأوراق اللي موجودة على الشجرة كلياتها بلشت تبس وتتساقط، لكن عيرم معاي خلال أسبوع إن شاء الله راح تطلع عندنا أوراق جديدة. الأوراق الجديدة راح تظل ثابتة على الشجرة لنهاية الخريف وتبلش تتساقط. يعني إذا أنت عطشت الشجرة وبعدين زرعته وبعدين الأوراق تساقطت فهذا شيء طبيعي، ما تشغل بالك، ما تقول الشجرة يبست أو ماتت، فحط ايديك وجريك مي باردة. بدي أشوفكم الحمص اللي زرعناه من فترة، طبعا إحنا أهملناه وبعدين سقيناه. طبعا إحنا زرعناه يعني بس هيك مشان يعني إذا واحد اشتهى ياكل له عود حمص فبإمكانه ياكل. شوفوا ما شاء الله هذا الحمص اللي زرعناه، اللهم صل على النبي. شوفوا حاليا كله بلش يثمر، من فترة كان عاقد زهر وحاليا بلش يثمر ما شاء الله. شوفوا اللهم صل على نبينا محمد. ريحة الحمص تذكرني أيام الجرية، سبحان الخالق ما أطيبه.
أنا أكثر شيء أحبه شكل نبتة الحمص. سبحان الله، شكل نبتة الحمص لما تكون مثمرة صراحة راحة نفسية. يعني شلون لما تشوف الدجاج عم يسرح بالحديقة، نفس العملية لما تشوف نبتة الحمص مثمرة. اللهم صل على نبينا محمد. هنا وراي مثل ما لكم شايفين في شجرتين تفاح. زرعنا هنا تفاح ساحلي. هذا التفاح يعني ما يحتاج برد كثير كثير حتى يثمر. معروفة شجرة التفاح تحتاج برد كثير حتى تثمر، لكن التفاح الساحلي حتى إذا كانت البرودة متوسطة مع ذلك تثمر. ومثل ما لكم لاحظين حتى الأوراق بلشت كلها تتساقط، شايفين؟ طيب هاي الأوراق كلها بدها تنزل، ومثل ما ذكرت لكم بعدين تبلش تنطينا أوراق جديدة. ما بعرف إذا مبين عندكم البراعم حاليا. طيب خلينا نروح نعمل فتحة للخرطوم مشان نشغل المي ننظف النباريش، وبعدين نشغل التنقيط ونشوف شلون الشجرات بدهن ينسقن. هذا هو نهاية الخرطوم. قرب صالح. لما جبنا الممددة الصحية بدل ما يركب سدة مثل هاي، شو عمل؟ سخن البوري وضغطه ولحمه بهذا الشكل. لكن الأفضل إنه شغلك يكون نظامي. إذا اشتغلت نظامي راح تشتغل مرة واحدة، أما إذا اشتغلت شغل سوقي بدك تشتغل 1000 مرة. لذلك إحنا حاليا بدنا نقص هذا من هنا. بعدين هاي السكة أو السدة هاي نشيلها، بعدين نرجع نركبها، لأنه إحنا بس بدنا نركبها لازم نحط لها تفلون. اللي ما يعرف التفلون ألحظ يشوفوا شنو هو التفلون. طيب أول شي نركب هاي، بعدين نركب هاي هنا بجلده. وقبل ما نسكر لازم نشغل المي. خلينا نشغل المي ننظف الخرطوم بعدين نسكر. نبلش نسكر الحنفيات. هاي احنا سكرناها. قرب صالح، شوفوا شنو طلع. شوفوا هذا البلاستيك، هذا كلياته طلع من البوري. قبل ما نركب هاي حتى ما تصير عندك مشكلة، قبل ما تركب هاي السدة وتسكر تحبس المي لازم تطفي البير، لأنه احنا سكرنا كل الحنفيات وبعدين شغلنا المي مشان الوسخ يطلع من الخرطوم. لو المي شغالة وسكرنا بهاي الحالة بدنا نضغط على البير ونعمل انفجار. لذلك طفينا، نركب هاي، نشدها على السوا، بعدين نروح على كل الحنفيات اللي سكرناهن نفتحهن وبعدين نشغل المي. صالح روح شغل لي المي. حاليا شغلنا المي والمرشات لسه مو معيرات. شايفين ضغط المي؟ احنا اذا بدنا نقلل العيار بهذا الشكل. ها نيجي على هاي الشجرة. قرب صالح. ما بي ولا نقطة مي. ليش؟ لأنه هاي مسكرة. شوفوا نفتحها. يعني احنا بعد ما شغلنا المي بدنا ندقق على كل المرشات، بمنهن مفتوحات قوي وبمنهن مسكرات، بدنا نحاول نعيرهن كلياتن. شوفوا هاي، شوفوا ضغطها لوين عم يكت. بدنا نجي نعيرها ونسكر شوي شوي. ليش بدنا نعير المي؟ مشان كل الشجر يشرب بشكل متساوي. إذا شجرة كانت قوية عليها المي وشجرة كانت عليها قليل المي فهنا بده يكون عندنا بخلل بالتغذية، وبالتالي راح تفشل عندنا طريقة الزراعة. شجرة الزيتون هاي إذا تتذكرون مرة من المرات عملنا للفروع هاي ترقيد هوائي. شوفوا هين قرب صالح. هذاك الوقت قشرنا اللحاء، حطينا تراب، لفينا الكيس. صالح صور لي الأغصان من فوق.
شوفوا ايش قد الاغصان صارت كبيره. احنا من وقت عملنا لها ترقيد الاغصان كبيره، وحاليا كبرا اكثر واكثر. قرب صالح. المرشه وين حطيناها؟ حطيناها هين حتى التربه تترطب، لان هاي التربه اذا نشفت الجذور يتوقف نموها. احنا بدنا التربه هنا تشرب، ونفس العمليه المي الزايده تنزل على جذور الشجره. لما تكون المي قويه شوفوا وين عم تروح. لذلك احنا بدنا نقللها حتى المي دائما تكون على قطر الشجره بهذا الشكل. ما بدنا المي ترز بعيد، بدنا اياها على جذور الشجره. نهاية الخرطوم هنا شوفوا طويته تقريبا 4 طويات ولفيته باللاصق، ولا نقطة تنزل منه. شوفوا محل العنب الأرضي. هاي شجرة خوخ جوهرة، هاي شجرة زيتون. طبعا احنا ما استثنينا ولا شجرة من التنقيط، كل الشجر الموجود بالمزرعة القديم والجديد عم نسقيه. وهاي عريشتي، هاي العريشة المدللة. اللهم صل على نبينا محمد. شوفوا جمال الأوراق. طبعا مدينا لها تنقيط مثل ما انتم شايفين. هنا بالنهاية مدينا لها تنقيط، وبالبداية على الأصل أول ما زرعناها هنا الجذور مدينا لها تنقيط. ظل علينا نمد تنقيط للخضروات. هنا زارعين فليفلة، الفليفلة والباذنجان والبندورة وكل الخضروات بدنا نمدلهن خراطيم تنقيط وزاد نسقيهن نفس الطريقة. لكن خرطوم التنقيط تبع الشجر يختلف عن خراطيم التنقيط تبع الخضروات. تبع الشجر انت تعمل فتحة عند كل شجرة، اما خرطوم التنقيط تبع الخضروات الخرطوم هو يجي منقط وجاهز. النقطة ممكن تكون المسافات على 25 او 40 سنتي حسب ما انت تطلب من المصدر يعني. روح صالح. عجلها شوي، خرج الرجال الاول. يلا يلا. وصل للاخير شيء هناك، وصل.
أنا أحميها من هنا شوي بالقداحة أو الجداحة حتى تصبح لزجة، دغري الخرطوم يفوت، يعني كأنك عم تحط لها صابون بنفس الوقت، لأنه عم تحمى، ولما تضغط الخرطوم عم يلزق به تلزيق، يعني ما راح يفلت نهائيا. شايفين البضاعة الستوك؟ حاليا مدينا نباريش تنقيط للخضروات، امبارح مدينا خراطيم تنقيط للشجر، وتون خلصنا تمديد خراطيم تنقيط للخضروات. لكن أنا أكثر مشكلة أعاني بيها هو الغش. صراحة أنا صاير أي محل أدخله صاحب المحل يعرفني، فأي شغلة بدي أشتريها صاير خجل أدقق على شرايتها، لأني أقول خلاص الزلمة يعرفني ومن حاله راح يتوصالي بالبضاعة. ما نقول خيو يتوصالي بالسعر، نقول يتوصالي بالبضاعة. امبارح اشتريت حزمة تنقيط، الزلمة من دخلت عرفني كذا، قلنا له يا أخي بدي منك حزمة تنقيط تكون كويسة بالنسبة للسعر، لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم. قال ما بي مشكلة، أحلى ربطة تنقيط لأبو صالح. قلنا له على راسي. المهم جبناها وحاليا بلشنا نمدها، لكن صراحة الربطة تقول مع بعضها حصيني، وأنا كامش اللزاق كل شوي ألاقي ثقب ولزغه. وغير الثقب شوفوا، يمكن أقل شيء لقيت بيها هذا الكشم، شوفوا، وهنا متعرضة كأنه الحرارة أو نار، وكلياتها الله وكيلكم بهذا الشكل. شايفين؟ شوفوا هنا الثقوبة. يعني صراحة لو اني رايح مشتري حزمة تنقيط مستعملة كان يمكن تصليحها يكون اسهل من تصليح ربطة التنقيط الجديدة. بغض النظر عن الكشومة وعن الخزوقة، احنا نقول يعني زي الثقب نقول خزق، احيانا الثقب يكون واسع، لذلك لما ندور المي تلاقي المي تطنب تطنيب ترز رزاز، فايضا عم اضطر استخدم اللزاق واسكر الثقب نهائيا. ولا هو لازم بما انه عرفني لازم هو من حاله يتوصل بضاعته، احسن ما زكيه عند المتابعين. يعني ما بعرف، أنا لازم اي شيء اشتريه ما يزبط معي اقول انا اشتريته من عند فلان، لازم اعلن بشكل مجاني عند المتابعين، اقول انا اشتريت حزمة التنقيط من المحل الفلاني وهذا رقمه وهذا جودة بضاعته، انصحكم ما تقربون عليه نهائيا. يعني ما بغير هيش حتى الواحد اذا دخلت عنده يصير يحترمني ويبيعني شيء بنور الله. الله وكيلكم هذا الموضوع انا عم اعاني منه كثير كثير كثير، يا يغشونه بالبضاعة يا يغشوني بالسعر، فالله المستعان. اتمنى من كل صاحب محل اذا بده يبيع بضاعة لازم يتأكد من بضاعته. اغلب الناس يجيبون بضاعة وهم نفسهم يغشون بيها، لكن بما انه هذا الشخص عم يشتري بضاعة ويبيعها للناس لازم يتحرى من جودة بضاعته، لانه هذا يصير عليه حرام اذا باع شيء ستوك للناس بسعر مو معقول. الشيء اللي زعلني انه انا لما اشتري شغلة اشتريها شغلة كويسة بغض النظر عن السعر. يعني ربطة التنقيط اللي هي 400 متر طول انا اشتريتها من هذا الشخص ب 45 دولار، عند غيره سألت قالوا لي ب 35 دولار. قلت له عندك ليش ب 45 دولار؟ قال عندي لانه نخب اول باب اول، عم اعطيك شيء اصلي. ومثل ما لكم شايفين الشيء الاصلي كلياته مقطع وموصل وكلياته ثقوبة. فبتمنى من كل صاحب بضاعة ومن كل محل يتحرى الدقة من بضاعته قبل ما يبيعها للزبونات. وهاي الدجاجات تظلون تسألون عليهن، هذين هن راح اشوفكم اياهن. شايفين هذين الفضيات؟ هذين صار عمرهن شهرين تقريبا، وهذنيك البيض اشتريت انا 11 صوص براهما. اما هذين اللي هين جوا اغلبهن عمرهن تقريبا بحدود الشهر ونص. اللهم صل على نبينا محمد.
انا لسه هين حاططهم بغرفة الحمام. طبعا هذا المكان دافي لهن، هن يظلن يجن هين، وهذن الحمامات فوق. بالليل الدجاجات اللي عمرهن شهرين، اللي هاي وحدة منهن، هاي الشجرة شايفينها، هاي وحدة منهن، وين يجن يطلعن فوق ينامن مع الحمامات. هنا بيعدنا تقريبا بحدود 300 صوص 400 صوص، والله ما بعرف بالضبط. صار يصيح. طبعا بوفيات لابد انه يموت منهن، لكن الحمد لله قليل، لانه انا ظل اداويهن واعطيهن لقاحات، فيكون الاصابة عندي قليلة اذا صارت. شوفوا هذا، شو وضعك معلم؟ خبرني عن صحتك، كيف امورك؟ بس قل لي. انت ضعفان، شايفين ضعفان، بطنه شلون طالعة، مع انه انا دائما احط لهم اكل. الاكل دوم متوفر، اكل مركب، دائما الاكل موجود، ودائما اللقاحات والادوية موجودة مع المي. لكن لابد يعني ما يصير بي عندك وفيات واصابات. الديك عم يحاول يكاكي، لكن صوته لسه ما عم يطلع، لساته صغير فريخ يعني. هذا كلياته فيومي، كلياته دجاج فيومي، وبي منه كم دجاج يعني غير الفيومي، فيومي فضي وفيومي ذهبي. وهذين هنا اغلبهن عمرهن شهرين تقريبا. بالنسبة لبركة البط، احنا عبيناها رمل هنا مشان الدجاج يظل يتمرغل بيها. بطل بيه بركة وبطل بيه سباحة، صار بيعدنا سباحة رمل، اللي بده يسبح يسبح بالرمل. بيعدنا هاي غرفة، احنا من فترة عملنا هنا منامة للدجاج، عمرنا بلوكات. ايوه هذا الدجاج القديم فايت هين، ما بعرف مين فاتح البوابة، والوز والبط والديوك القديمة فايتات هين، وهذا خطأ فادح، هذن لازم اطردهم برا، هذن مالهن شغل هين بنوب. برا 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 برا، يلا برا برا ولا برا. برا ولاك. ان شاء الله يطلعن معاي الدجاجات القديمات هن والديوك، لان اذا تركتهن راح يقتلن لي الدجاجات الصغار، فما اقدر اخليهن، لذلك لازم اطردهن لبرا. هذا طالعن حاليا وستين وديك، لنشوف شنو بيعدنا. انه بيعدنا هذا الديك جوا. حاليا بدي اسكر الباب مبدئيا. اطلع بالتي هي احسن، اطلع بالتي هي احسن، اطلع بالتي هي احسن. فوتن يلا، فوتن 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 فوتن، يلا يلا فوتن. بيك صافن؟ شايف ايش قد صحابين مشاكل.
فوتن جوا انت. يلا فوتن، فوت جوا، جوا يا حبيبي جوا. خلينا نرجع نفتش اذا لسه بيه دجاج قديم وديوك نطالعهم برا. اليوم نسيانين الباب مفتوح وكل الدجاج القديم اللي طردته برا فايت جوا، فاحنا ما نقدر نتركهن، مشكلة. رجعنا سمعنا صياح جوا، الظاهر بيديكين، الظاهر بيديكين. شايفين بيديكين هنا، بيديكين. وبالنسبة للبطات الصغار هذين هن كبرانات شوي، شايفين؟ هذين هن اثنين، طبعا ربيان مع الدجاجات. وهذا هو الدجاج عم يباحث بالرمل، هذا رمل بحري، شوفوا